هذا الانمي هو فعلا تحفة فنية جديدة، وما كاينش اللي كيهضر عليه بحال ما خصو. القصة ديالو غادي تجيبك من اول لحظة وتشغل مخك طول الوقت. كنعرفوا شنو معنى القصص ديال الانميات اللي فيها مغامرات وشخصيات قوية، ولكن هذا الانمي كيجيب ليك قصة مميزة بزاف. هذه هي القصة ديال ماماو، بنت عادية ماشي من عائلة غنية، لا مشهورة ولا عندها قوة، ولكن عندها حب غير عادي للأعشاب وللطب التقليدي. كانت كتداوي الناس في الحي الشعبي ديالها بالأعشاب، وحتى وصفات ديال السموم اللي كتعرفها ما يعرفها حتى الأطباء الكبار. ولكن يوم من الأيام وشي حاجة ما كانش في الحساب ديالها تعرضت للاختطاف، ولقات راسها متباعة كجارية في القصر الإمبراطوري. هنا حياة ماماو ما بقاش كيف ما كانت، دخلت في واحد العالم مليء بالغموض وبالمؤامرات اللي ما كانش كيخطرها في حسابها. الحياة ديالها تبدلت بشكل كامل، ولكن اللي ما كانوش كيعرفوه هو ان ماماو ما هياش مجرد جارية عادية في القصر، عقليتها قوية بزاف. اول حاجة لاحظتها هي ان الاميرات الصغار ديال القصر كيعانيو من مرض غريب وكيمرضوا بنفس الاعراض، وطبعا ماماو بذكائها الحاد كانت الوحيدة اللي لاحظت هذا الشيء. هنا اكتشفت أن هذا المرض يمكن يكون سم خفي، ولكن شنو هو السبب؟ ومع كل تحقيق كدير كيطلع لها سر جديد، وهذا الشيء خلى القصر كله يدير عيني عليها. القصة ما غاديش توقف هنا. واحد الشخص غامض في القصر سميتو جينشي لاحظ الذكاء ديال ماماو وقرر يقرب منها، ولكن السؤال هو واش جينشي كان كيحاول يستغل ذكائها لمصالحه الشخصية ولا كان فعلا باغي يساعدها. هاد الشخص عنده ماضي معقد ومشاعر متناقضة كتجعل العلاقة ديالو مع ماماو غامضة وأكثر إثارة. ومن بعد جينشي يمنح لها فرصة باش تولي متذوقة لأكل السيدة الأولى في القصر، وهكذا ماماو لقات فرصة كبيرة باش تبرهن على قدراتها في عالم مؤامرات جديدة، سواء كان في السم أو الأمراض ولا حتى في التحقيق في القضايا المشبوهة داخل القصر. هكذا ماماو ما بقاتش غير جارية كتنفذ الأوامر، ولات عقل مفكر وسط بحر من الأسرار. كل لغز كانت كتحل معاه باب جديد على عالم ديال الغموض والتهديدات الخفية. في كل مرة كتحاول تعرف الحقيقة كتقرب أكثر من البلاط الإمبراطوري، وكتبدا تفهم أن القصر ماشي غير مكان ديال الرفاهية، راه فيه ناس كيدبروا المكائد وكيستعملوا السم والمرض باش يسكتوا أي صوت مزعج. وماما كانت هذا الصوت. كانت كتخاطب حياتها كل مرة كتواجه ناس عندهم نفوذ كبير، ومع ذلك كتواجههم بعقلها ماشي بالقوة. كانت كتفك الألغاز بحال محققة محترفة، ولكن بلمسة صيدلانية. كتفكر في كل حاجة، ريحة، لون، أثر، حتى أدق التفاصيل. وبينما هي غارقة بهذا العالم الغامض، العلاقة بينها وبين جينشي كتطور، ولكن بطريقة معقدة. هو كيبان عليه مهتم بها، كيعرف قيمتها، ولكن ماماو كتخاف تربط مشاعرها مع شخص بحاله، لأن حتى هو عنده وجه خفي، شخص كيوجد لشي حاجة كبيرة وداخل في خطط الإمبراطورية. ماماو بدات تكتشف أسرار عائلية خطيرة، وماضيها حتى هو ماشي بسيط. كتفهم شوية بشوية أن وجودها في القصر ماشي صدفة، وأن حياتها مرتبطة بشي لغز أعمق من السموم والمرض. في النهاية ديال الموسم ماماو كتكون واجهت مؤامرة خطيرة كتهدد البلد، وكتنقذ شخصية الإمبراطورية بطريقة عبقرية. ولكن كيبان أن جينشي باغي يقرب منها بزاف، وكيعرض عليها منصب كبير يمكن يقربها من مركز القرار. ولكن ماماو رغم كل شيء ما بغاتش تكون مجرد أداة في ايد ناس كيستغلوا الذكاء ديالها. كتقرر تبقى على مبادئها وتكمل خدمتها بطريقتها الخاصة بلا ما تفقد نفسها. النهاية كتخليك مشدود، كتبين أن القصة ما سالاتش وأن اللي جاي أخطر، لأن اللي عرفوا ماماو في هذا الموسم مجرد البداية فقط. إلا عجبك الفيديو كنتمنى أنك تشاركه وأنك دير لايك وتعليق.